تعال اقول لك تعمل ايه لو في اجازه نص السنه حتى لو متراكم عليك المنهج كله. شباب ثالثه ثانوي اهلا بيكم، معاكم الباشمهندس احمد وائل مؤسس فيزيكس باور اكاديمي وديجيتال هاردوير انجينير. تعالى كده يا زوز نبتدي حكايتنا. اول حاجه انا فخور بيك جدا انك انت وصلت لنص المشوار. فخور بيا يا باشمهندس بالرغم من ان انا متراكم عليا كل ده. طبعا فخور بيك، لان انت بالرغم كل ده انت اكيد بتروح دروس واكيد بتحضر حصص وبتحضر اونلاين، فده كل ده مش طبيعي لان انت بقالك 5 شهور على نفس الروتين. فكر فيها، انت اخر مره ذاكرت كنت ذاكرت مثلا شهر قبل الامتحانات، لكن انت دلوقتي ماشي ايه شهر ورا شهر ورا شهر وامتحانات وكويزات وي 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 وي. طيب فلازم ابقى فخور بيك، لازم ابقى فخور بيك لان انت بالرغم حتى لو متراكم عليك حاجات او ما ذاكرتش او نص نص فانت ستيل بتحاول. فانت طالما ستيل بتحاول فصدقني انا هبقى فخور بيك 100%. طيب الفيديو ده لمين؟ الفيديو ده لبابا وماما. ابعت الفيديو ده لبابا وماما عشان هقنعهم يدوك بريك ويدوك اجازه. هقنعهم كده حاولوا يطلعوك اسكندريه. المهم تاني حاجه انا بكلم مين برضو؟ بكلم بابا وماما وبكلم الطالب اللي مش مذاكر خالص. انا جاي لك دلوقتي عشان اصحي ضميرك. وبكلم الطالب المراكم وبكلم الطالب اللي مذاكر قوي والدحيح كده بص جايب A+. طيب فانت هتلاقي الفيديو متقطع تحت، تقدر لو انت والله توري الفيديو لبابا وماما بعد كده تخش على انت الحاله اللي انت فيها ايا كان الستاتس اللي انت فيها. فتعالى دلوقتي نروح لجزء بابا وماما. طيب دلوقتي يا فندم ابنك محتاج يرتاح، ده 100%. ليه؟ لان هو والله حتى لو حضرتك عايزه يذاكر في الاجازه مش هينتج حاجه. ليه طيب مش هينتج؟ والله بص حضرتك اللي هو مفروض هيذاكروا مثلا في ساعتين هيذاكروا في 10 ساعات وهيضيع الوقت وهيبقى في الاخر لا منه انجز ولا منه خد بريك. طب ده طبيعي يا باشمهندس؟ طبعا طبيعي. هو بقاله 5 شهور فعلا تعبان وبقاله 5 شهور قاعد كؤوزات وضغط عصبي، فبالتالي خلاص الموتور اتحرق زي ما احنا بنقول كده. فمن واجب حضرتك، وبرضه انا هقول لحضرتك حاجه، انا خريج هندسه القاهره قسم اتصالات وكنت اوائل في الثانويه العامه، يعني نموذج المجتمع شايفه ناجح ان هو نجح في الثانويه عامه. فانا والله مش بتهاون مع الاولاد ومش بقول لهم خدوا بريك وتمردوا واقعدوا بقى وقضوها، لا، بس هي الفكره ان انا شايف ان ده الصح. انا ما خدتش غير يومين اجازه وندمت على ده. ايه اللي حصل؟ خدت يومين اجازه بس كنت في الاداء لما ابتدينا تاني كان ادائي وحش جدا. تعالى بقى كده شوف الناس اللي خدت اجازه اسبوع، هي اسبوع بس تدي لابنك اجازه، واهم حاجه تدعمه نفسيا. ما تقعدش تقول له والله انت متراكم انت ما ذاكرتش اجازه على ايه. الكلام ده كله بيسبب تعب نفسي وعمره ما هيبقى كويس وعمره ما هيذاكر كويس. ولكن حضرتك مطلوب منك في الفتره دي ان حضرتك تشجعه وتبقى معاه. ولو حضرتك والله لو في امكانياتك طلعه اسكندريه يومين يشم شويه هوا نضيف كده. طب لو مفيش في امكانياتي ده يا باشمهندس خلاص ادعمه واعمل جو اسري كويس، ودايما اديله انطباع. انا دايما بقول كلمه واحده، بقول ان التاخر مش معناه الفشل. امال معناه ايه؟ معناه انطلاقه عظيمه. انا ممكن اتاخر بس عشان بستعد لانطلاقه عظيمه. الانطلاقه العظيمه دي بقى احنا عايزين نحضر لها. فنحضر لها فين؟ نحضر لها في اسبوع الاجازه. فاول حاجه مطلوب من حضرتك الساده اولياء الامور ان انت تدعم ابنك، والله تقف معاه. لو لقيته بيذاكر قول له انزل اتفسح لان ده لمصلحته. وخد بالك حضرتك ده لمصلحته، هو دلوقتي استيعابه وحش جدا. طيب انا هعرض برضو على حضرتك كيرف كده دلوقتي. ده في البدايه كده ده ابن حضرتك في بدايه السنه كله حماس. الكيرف ايه؟ طالع اكسلريشن ايه؟ الواد يخلص الدرس يروح يذاكر ينام يذاكر. طب بعد كده حصل مرحله ساتوريشن، خلاص ابني ثبت في مرحله معينه بعد ما كان طالع فضل ثابت في المستوى. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده لقيناه بينزل مستواه بينزل. طب بعد كده بينزل اكتر. ده معناه ايه؟ معناه انه هنا لازم حافز. طب حافز معنوي؟ لا، ما انا مش لو جبت له موبايل هيبقى كويس. هو محتاج راحه بدنيه وراحه ذهنيه. ان لبدنك عليك حق. فبالتالي الاجازه مفيده في ايه؟ الاجازه مفيده والله حضرتك ان دلوقتي هو بعد ما يخلص الاجازه هيبتدي في الطالع تاني لانه خلاص ارتاح ونفسيته بقت كويس، وهيبتدي هو دلوقتي هو ايه في المرحله ايه اللي بعد الاجازه. هيحصل ايه بعد الاجازه هنا كده؟ هيطلع وهيطلع اكتر لانه خلاص ارتاح.
وبرضو اخاف من حضرتك انك انت تحبطه او تقول له ان انت متراكم عليك حاجات او خلاص اللي حصل حصل. احنا دلوقتي هنخلص، هنبتدي تاني في نص 2، والله نقدر نخلص المنهج ونراجعه، بس اهم حاجة يكون الولد والبنت عندهم قدرة ان هم يطيروا معانا، وكل حاجة فاتت هنراجعها مرة واثنين وثلاثة ومليون. فالمرحلة دلوقتي الخطة دلوقتي على مدار السنة اهي في الوقت اللي احنا فيه الدعم المعنوي والنفسي، واهم حاجة يرتاح. طيب انا برضو هحكي لحضرتك قصة. كان عندي اسيستنت، الاسيستنت ده كان مجتهد جدا جدا جدا، كان اسمه اسلام. كل يوم احنا كنا بندي له شغل كتير قوي لانه كان مجتهد، وحضرتك عارف ان في مصر دايما المجتهد بنرمي عليه حاجات كتير. المهم جه في فترة خلاص هو مش قادر، حتى نيجي نقول له اعمل كذا كذا، اوكي يعمل لنا كده ويعمل الحاجة. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا اديته اسبوع في الغردقه. الاسبوع اللي في الغردقه ده بعد ما رجع هو بقى انسان تاني. ده نفس الحوار في الشغل، لو فضلنا شغالين 24 ساعه 24 ساعه 24 ساعه ده بيضمن 100% ان احنا مش هنكمل، مش هنستمر. لازم يبقى فيه نوع من البريك العاقل برضو. واللي انا هقول للخطه دلوقتي للاولاد يخليهم والله يذاكروا ويستمتعوا بايه؟ بوقتهم. لحد هنا شكرا جدا لاولياء الامور، ويا رب اولادكم يبقوا احسن دكاتره ومهندسين. نيجي بقى للجزء الطالب اللي مش مذاكر خالص. في الطالب يعني ما فتحش حاجه من اول السنه يا باشمهندس، ما فتحش حاجه يا زوز وجاي ننقذه. طب اعمل له ايه ده؟ هقول لك اعمل له ايه. في نوعين من الطلبه دول. في طالب مش مذاكر ومش عايز يتوب، اللي هو واخد اف ماينس دي خلاص بيقع. ففي نوعين منهم. في والله طالب هو مش مذاكر وعايز يتوب، يعني خلاص بقى ايه هيتوب وهيذاكر. وفي طالب مش مذاكر ومش عايز يتوب برضه. خلينا نبدأ بالراجل دوت اللي هو ايه مش عايز يتوب. طيب هنقول عن الراجل ده. فبص الطالب اللي مش عايز يذاكر ومش عايز يتوب، بص فرحان ازاي. طب ده هنعمل معاه ايه؟ والله يا زوز، طبعا انا الناس اللي مش عايزه تذاكر دي ما بقولهاش يا زوز يعني. بص يا ابني، طالما انت مش عايز تذاكر ومش عايز تتوب فتعمل ايه؟ قدامك حل من الاثنين، يا اما تقفل الفيديو يا اما تروح تسجل في السمر كورس معانا من دلوقتي، عشان انت بتروح في ايه؟ في داهيه. وتذكر يا ابني ان انت بتدفع فلوس للدروس. طب انت بتدفع فلوس للدروس ليه؟ يعني انا كان معايا مثلا طلبه في تانية ثانوي، ناس محترمه، الناس المحترمين دول كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيزوقوا من الحصص بس بيروحوا كافيهات. لكن انت بتيجي الحصص وبتدفع فلوس ومش عايز برضو تذاكر. طب ليه يا ابني المصاريف دي كلها؟ يا ابني ابوك وامك تعبانين، والله العظيم تعبانين عشانك. اقول لك حاجه، خلاص ما تاخدش منهم فلوس واصرف بقى على نفسك وما تجيش بقى الدروس ولا تعمل. لكن هتتمرقع كده بفلوس ابوك وامك؟ لا، ده حرام صدقني، وربنا مش هيبارك لك. خلاص روح سجل على السمر كورس. فتعالى كده ايه للطالب اللي مش مذاكر بس عايز يتوب. طيب بص بقى، الراجل اللي عايز يتوب ده هنعمل معاه ايه؟ والله بص يا ابني، اولا يؤسفني اقول لك ان انت مالكش اجازه قوي. ايه مالكش اجازه قوي؟ بس انا هعمل لك خطه ما تخرش الميه. فاول حاجه يا ريس فرصتك جت خلاص ان انت بقى تظبط الدنيا في الاجازه. هنلعب بخطه ايه؟ هنلعب بخطه 3-0-12. حلو. ايه يا باشمهندس الخطه دي بقى؟ هقول لك انا 3-0-12 بتتكون من ايه؟ بتتكون من موضوع بسيط جدا 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 جدا. 3-0-12. اولا الطالب الجميل اللي هو مش مذاكر بس عايز يتوب، في حته كده انا مش عايزها. ايه هي؟ هو والله بيجي اليوم الاول في الاجازه يحط لك خطه خلاص ويقول لك هعمل ايه؟ هذاكر 3 محاضرات في اليوم وهبدا بقى ايه، وفي اخر اليوم هحل امتحانات السودان خلاص، واليوم الثاني هلم لي مادتين، والثالث مش عارف ايه، هوب الاسبوع خلص انا لميت كل المواد. طب هو بيعمل ايه يا باشمهندس؟ هو خلص اول يوم بيحط الخطه، ثاني يوم بيعمل ايه؟ بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الخطه فشلت، نبدا خطه جديده. هنعمل ايه؟ هنبدا بقى نحط بدل ما كنا حاطينها في اليوم الاول فيزيكس وكيمستري نحطها فيزيكس وعربي. ويبدا بقى يعمل ايه؟ ثالث يوم هيبدا بقى يقضيها خطط. خلاص؟ يعني كان في طالب اعرفه كان كل محتواه على اليوتيوب ان هو يقول لك خطه لم الاسبوع في مش عارف في قد ايه، خطه لم 72 ساعه. كان بينزل فيديو النهارده ثاني يوم احنا لغينا الخطه يا جماعه، عملنا خطه لم جديده. ده ما تعملوش، خش على طول في الحاجه، مش هنقعد لسه ايه كيل وقال وبتاع، يلا بينا. طيب الخطه اللي عملها لك الباشمهندس انا عايزك تمشي عليها. بص بقى، اولا يا حبيب قلبي اول 3 ايام انا عايزك تذاكر فول تايم. فول تايم يا باشمهندس؟ فول تايم يعني ايه فول تايم؟ يعني عايزك تذاكر طول اليوم.
اولا عايزك تنعزل، عايزك تقفل تليفونك، تركز 100% وتذاكر. طب ده مش توحد يا باشمهندس؟ يا ابني ما انت كنت فاتح تليفونك طول السنه وقاعد ما بتذاكرش، خلاص حان الوقت. طب انا عايز اعلمك ايه من ال3 ايام دول، انا مش هكون قاسي معاك، الخطه على فكره فيها اجازه. من ال3 ايام دول انا عايز اعلمك حاجه اسمها الديسيبلين. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني الالتزام. انت واحد بقالك كتير ما بتذاكرش مثلا، فطبعا لما تيجي تذاكر هتقابل صعوبه، فانا عايزك تتغلب ان انت تبعد التليفون عن ايدك والحاجات، واقفل النت. طب اتفرج على الحصه ازاي يا باشمهندس؟ خد يا عم لاب ما فيهوش اي حاجه، اقعد ذاكر كده فاهم، وما تفتحش يوتيوب وما تفتحش اي حاجه. حلو الكلام. طيب فال3 ايام الاولانيين انت عايز تعلمنا منهم الالتزام. تاني حاجه ذاكر اسهل حاجه بالنسبه لك. طب ليه اسهل حاجه؟ لان انا عايز افتح نفسك، ما تفتحليش في البدايه كده كيمياء، ما تفتحليش ماس، ما الموضوع يبقى صعب. فاهم حاجه؟ افتح يا عم عربي، حاجه بسيطه، اقعد اقرا لك كده ايه، فاهم، درسين قراءه ولا نصوص متحرره ولا حاجه. حلو. فبعد ال3 ايام دول ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل والله هتاخد يوم اجازه بريك. ايه يا باشمهندس بريك؟ ليه؟ مكافأة، بس بالله عليك فول تايم. بص انا عايزك تذاكر من 12 ل 12. طب يا باشمهندس دي عبودية. يا حبيب قلبي ده مستقبلك، ده مستقبلك، ده مستقبلك. وفكر انت نزلت كتير وخرجت كتير واتبسطت كتير، وبالرغم من كده انا مديك يوم بريك كمان. طيب فانا زي ما قلت لك نقي مادة سهلة تبدأ بيها. تاني حاجة عشان تلم اللي عليك تعمل ايه؟ شوف كل مادة بعد الاجازه هيبدا بايه. يعني سي مثلا احنا هنبدا بالمودرن بعد الاجازه شابتر 5، فانت مثلا تروح ايه، تقول خلاص انا هذاكر في الاجازه مثلا شابتر 3 عشان ده شابتر مهم جدا، ومن اول بقى ما الاجازه تخلص هذاكر اول باول. فالخطه شعارها ايه؟ الخطه والله شعارها الجديد خلاص طازه طازه. يعني ايه؟ هنذاكره طازه طازه كده بقى مع الايه، مع المدرسين بتوعنا سواء كل المواد. طب والقديم يا باشمهندس؟ القديم تاتا تاتا. يعني ايه؟ يعني والله اول حاجه لو مثلا هم هيبداوا في العربي مثلا من الوحده ال5، حلو، نحو مثلا، والوحده الرابعه معتمده، يعني الوحده ال5 معتمده على الوحده الرابعه، يبقى ذاكر الوحده الرابعه دي في الاجازه عشان بعد الاجازه تقدر تبدا معاه من الوحده ال5 وهوب تخلص معاه كل الجديد. وكده كده كل مدرس هيراجع مره واثنين ومليون. فانت تذاكر اول باول واستعديت وكمان التزمت، فهتقدر تذاكر بشده للجديد، وفي نفس الوقت كده كده القديم هنلمه. حلو الكلام. هتيجي تاخد هنا يوم بريك لان طبعا هتشوف اصحابك واخدين اجازات وبتاع فهتكتئب، وانا مش عايز كده. طيب تاني حاجه اليوم دوت اهو هنا 3 ايام خلاص، ده اليوم الرابع، ده اليوم الخامس، ده السادس والسابع، اسبوع اهو. طيب هنا هتعمل ايه؟ هنا والله انا عايزك تذاكر من الساعه 9 الصبح. طب صحيت من 8 يا باشمهندس خير وبركه، لحد الساعه كام؟ لحد الساعه 5. طب الساعه 6 يا باشمهندس؟ لا الساعه 6 انت تبقى الاقيك في الزمالك. في الزمالك يا باشمهندس، في الزمالك. هتذاكر اليوم الخامس من الساعه 9 للساعه 5 بس مذاكره بجد، مذاكره على اصول، وتاخد بريك. كده انا مديك كام يوم بريك يا ولا؟ مديك يوم ونص بريك. وفي نفس الوقت انت هتذاكر 3 وفي نص من هنا، طبعا من 9 و5 ده مش نص يوم بس، ده انت بتذاكر كده كتير. خلينا نحسبها اهي 3 ونص ودول هتذاكرهم. يعني انت متذاكر قد ايه؟ 5 ايام ونص ومريح يوم ونص كويسين. بس بقى تستمتع بوقتك، يعني اليوم ده كله اولا تريح ذهنك خالص، ما تفكرش في اي حاجه تضايقك، لان الشيطان هيجي يخش لك يا حبيب قلبي يقول لك انت لسه فاكر جاي تبتدي، انت مش عارف ايه. كل الكلام ده سيبك منه، كل الكلام ده سيبك منه. انت مش في غابه يا حبيب قلبي، ربك موجود واستعن بالله. طب يا باشمهندس والله مش عارف الدنيا وبتاع، لا ذاكر. اهم حاجه انسى خالص انك قصرت، خليك في الجديد. الندم حلو بس الندم هيأخرك. حلو الكلام. هتيجي بقى اليومين دول هتعمل ايه؟ طحن. دول بقى طحن تذاكرهم. تبدأ بقى تخش من الاسبوع الجديد المدرسين تكون رجعت، تبتدي معاها اول باول وتذاكر، تخلص هتراجع كده لميت الايه؟ القديم والجديد. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب تعالى كده ايه، نخش على الناس المتراكمه الجميله. بص يا ابني، لو انت والله من المتراكمين فانا احب ابشرك ان انت من الغالبيه العظمى. ايه الغالبيه العظمى؟ بص الاسيستنت كلهم قاعدين دلوقتي قدامي اهو مراكمين حاجات قد كده. طب انت مش مهندس متراكم، مش مراكم عليا برضو حاجات قد كده الصراحه. فدي الفئه الحلوه، دي فئه الامان اهي. فانت لو من الفئه دي انت ليك اجازه يا زوز، وهقول لك برضو هتأجز ازاي.
بص يا حبيب قلبي، اولا انا هوريك جراف كده حلو اهو. بص اغلب الطلبه ايه مراكمين. طب الاسطوره دي مين اللي عملها؟ الاسيستنتس بتوعي. حلو حلو. بص الجراف ده على فكره حقيقي معمول بحاجه اسمها الماتلاب، مدخلين له داتا كتيره قوي 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 قوي. فالجراف ده بجد على فكره الغالبيه العظمى مراكمه. طب ودول اللي مش مذاكرين خالص. طيب ودول ال10 في 10% بس اللي مخلصين حاجتهم. فما تشوفش حد مخلص حاجه تكتئب، لا يا حبيب قلبي، دول قله، فاهم؟ والحمد لله ربنا وفقهم على كده. مش هنفضل نبص للناس، لا بص لنفسك. فانت دلوقتي مش لوحدك، يعني عارف زي ما بنقولها ايه، يعني كنت عايز اقول لك على حاجه. كنت في مره في امتحان ايام الكليه خلاص كان امتحان كنترول، الباشمهندس كده الدكتور يعني صعب جدا. المهم خلصت الامتحان من هنا سايب 30 درجه، يا نهار ابيض. فالمهم خلصت من هنا لقيت الدفعه كلها بتعيط. عايز اقول لك انا من مكتئب كده، لان انا قعدت اضحك ضحك مش طبيعي. ليه؟ لان حسيت ان كلنا خلاص رايحين في داهيه، فقلت خلاص يبقى ايزي، فاحنا كلنا مراكمين فمفيش مشكله. فانت هتعمل ايه؟ والله بص، لو انت مراكم انا عايزك تيجي اول يوم تاخده بريك حلو، وتيجي تاني وتالت ورابع هتذاكر من الساعة 9 للساعة 3، من 9 ل 4، من 9 ل 5. حلو. طب هتذاكر ايه؟ بص يا ابني الاجازة دي مش هتلم فيها اللي ما يتلمش، ومش هتلم. الاجازة معمولة مش عشان تلم كل المنهج، واي حد يقول لك ذاكر في الاجازة اعرف ان هو بيضرك مش بيفيدك. ايا كان حتى من المدرسين الزمايل الافاضل بيضروك. اصل احنا مش آلات، احنا بشر. وافتكر انت بني ادم مش درجة، فانت لازم تبقى صحتك كويسة وفايق ورايق عشان تشوف معانا الجديد وتلم معانا القديم. فهنعمل ايه؟ اول يوم والله شوف ايه اكتر مادة مضايقاك ومستني لها وقت. فواحد يقول لي كلياتهم لا مفيش الكلام ده، نقي لي مادة واحدة. واحد يقول لي مثلا انا الكيمستري مضايقاني قوي ومستني لها وقت، اصل انا الكيمستري متراكم عليا 15 محاضرة مثلا. نقي اكتر مادة متراكم عليك فيها محاضرات، ودي اللي تذاكرها في الاجازة. فانت والله اول يوم هتنزل تخرج وتتفسح، تاني يوم هتصحى الساعة 9 الصبح لحد الساعة 3 تذاكر، تبدأ مذاكرة المادة، تاخد لك محاضرتين مثلا حلوين، بس تنجز وتشهل. ما انت برضو تبقى قاعد مش ماسك لي التليفون وعايش لحياتك وتقول لي انا هخرج 3، لا ذاكر بجد. حلو، هذاكر بجد. باقي اليوم انا اشوفك في اركان بقى ان شاء الله. خلاص هتلاقيني هناك. ايه يا باشمهندس بتتردد؟ خلاص. طيب تاني يوم من 9 ل 4 زودنا ساعة. رابع يوم من 9 ل 5. طب هديك مثال. طب لو انت زهقت من الماده اللي انت فاتحها، شوف ماده سهله تمسكها. يعني انت مثلا استغل الفرصه، خلاص انا زهقت من الكيمستري، افتح مثلا ذاكر لك مثلا شابتر 4 في الفيزيكس، شابتر لذيذ وسهل حلو. لا مش جاي معايا فيزيكس، افتح ذاكر لك شويه في العربي، شويه نحو، فاهمني؟ لو انت خلاص زهقت من الحاجه امسك حاجه كده صغيره بحيث تبقى واخده منك مجهود قليل. حلو الكلام. طب انا لا قادر ولا قادر، لا يا ابني انزل اخرج واتبسط عشان تقدر بعد ما تخلص الاجازه باذن الله. طيب انا خلصت ال3 ايام دول يا باشمهندس، اليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع. والله يا ابني انا عايزك اليوم ده كله خلاص تصفي ذهنك خالص وتاخده تاخده بريك كله. ما تفكرش في اي حاجه ولا ضميرك يأنبك ولا اي حاجه. ليه؟ لان انت بتستعد لانطلاقه عظيمه. وهدي احكي لك قصه بسيطه قوي كده، ما تخليش برضه باباك ومامتك ياثروا عليك. انا كطالب كنت في ثانويه عامه ما خدتش غير يومين اجازه في السنه كلها خلاص. ولما جيت في اسبوع الاجازه افتكر قوي يعني ان انا خلصت من هنا. فالمهم جيت في يوم لقيت والدتي ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك لي فيها بتقول لي احنا النهارده بقى هنروح عند جدتك. فانا قلت العب بقى يلا بينا. المهم لقيتها جايبه شنط كده، قلت يمكن زياره لتيتا ولا حاجه. رحنا من هنا وقعدنا لسه بقعد، لقيت فجاه كده الشنطه بتتفتح بيطلع كتب ماس. اوبا، هنا بقى انا اتصدمت. لقيتها بتقول لي خش بقى ذاكر يا ابني كده في الاوضه دي عشان بالليل نتبسط بقى كده كلنا، واقعد مع ستك بالليل شويه. انا بيني وبينك شفت الكتب اتدمرت، قلت هو في هي دي اجازه؟ ما تسمحش لحد يعمل لك كده. فالفكره في الفكره بصراحه ان انا برضو كنت واخد الموضوع عافيه وكنت عايز اذاكر في الاجازه بامانه برضو يعني. ولكن ده ضرني كتير. ليه ضرك كتير يا باشمهندس؟ لما جيت في الاسبوع اللي احنا بدأنا فيه اللي هو اسبوع الشغل بقى، بدايه الشغل خلاص، ايه اللي حصل؟ لقيت والله الناس كلها فريش ما عدا انا.
عارف عملت ايه؟ اجزت في الاسبوع اللي فيه الشغل. طب عارف ده نتج عن ايه؟ ان اتراكم عليا حاجات كتيره، يبقى اصبح ان انا قدرت استمتع واصبح ان انا اتراكم عليا حاجات جديده. فلازم تستغل اسبوع الاجازه يا حماده. بص، ده هتاخده بريك، ده هترجع تاني من 9 ل3، ده اخر يوم بقى اجازه، خده من 9 للساعه 2، وباقي اليوم انزل اخرج عشان تجي لنا ان شاء الله اليوم الثامن فريش وتذاكر. حلو، انت لحد كده خلصت. طيب اخر ناس بقى، الناس الجميله اللي هي مخلصه ايه؟ مخلصه حاجتها كلها. الناس اللي مخلصه حاجتها كلها اللي هي جايبه ايه بلس، اللي هو الممتاز، هيبقى قدامه طريقين. يا اما والله يقول لك ايه؟ يقول لك انا مخلص فهراجع، يا اما هياخد اجازه. طيب لو افترضنا ان الناس دي طبعا انت ما بتعرفش تكلمها، دحيحه كده وبتاع، هذاكر. طب خلاص ذاكر، بس بالعقل برضو. راجع الحاجات اللي انت شايف انها المفروض تراجعها، ما تبقاش موسوس وتقول اصل انا ده ناسي. لا، انت مش ناسيه خلاص. طب انت مخلص حاجتك، بدل ما تقعد لي تراجع لي على كل المنهج، افتح الامتحانات القديمه حل فيه اللي تعرفه، كده انت هتستفاد اكتر وهتوفر وقت، تقدر تاخد كمان ايه؟ اجازه. ولحد هنا الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تكون عرفت هتعمل ايه في الاجازه. استمتع وان شاء الله خير، واشوفكم على خير ان شاء الله بعد الاجازه. معاكم باشمهندس احمد وائل، مؤسس فيزيكس باور اكاديمي. سلام.